السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني والله. معلش انا بقالي كتير قوي ما اتكلمتش معاكم. اخباركم ايه؟ كل سنة وانتم طيبين على كل الايام الحلوة والبركة اللي فاتت ديت. كل الايام البركة ديت ربنا يعودها تاني يا رب، من اجمل الايام بتاعت ربنا. ايام كلها بركة والناس بتقرب لبعض والناس بتزور بعض وكده. عايزة اتكلم معاكم في حاجة زادت قوي وبقيت بشوفها كتير قوي 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 قوي. خلوا بالكم من بناتكم ومن ولادكم الشباب. راقبوهم من غير ما تحسوا، من غير ما تحسسوهم ان انتوا السجانة بتوعهم او مسجونين. لا، خلوا بالكم والله العظيم. يعني انا بشوف كتير قوي 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 اللي بيحصل ده. البنت او الولد بيبقى في سن مراهقة فمش فاهم مصلحته، وممكن اصحابه يكونوا بيضروه، ممكن هو يكون بيضر نفسه مش اصحابه. يعني في بنات وشباب برضو سن مراهقة، اعدادي او ثانوي، وممكن تبقى 6 أو 5 ابتدائي. اه والله العظيم، البنت او ولد. مش بتكلم على بنت او ولد، لا بتكلم على البنت والولد الاتنين. ممكن يبقوا بيوروكم ان هما زي ما انتم عايزين. الموبايل يتقفل خلاص وهننام، او احنا رايحين الدرس، او احنا رايحين عند صاحبتنا، او الكلام ده ما بيحصلش. ممكن تلاقيها في حاجة تانية خالص. ممكن تلاقيها بتقابل ولد، ويوم ما بتكلميها بتقولك اشمعنى انا؟ يعني ايه؟ انا ما بعملش حاجة غلط، كل اللي حواليا بيعملوا كده، وبعدين ده صديقي. وتحط طبعا الكلام ما بينها وما بين الولد كصديقة او كزميلي في النادي او في المدرسة او في الدرس. طبعا عادي ان يبقى لينا زميل في النادي او في المدرسة او في الدرس، بس مش طبيعي ولا عادي ان يبقى زميلنا يكلمنا على طول وفي اي وقت. ان لو قابلناه في الشارع ازيك عامل ايه، او نقف معاه، لا ما ينفيش. او يقول لنا انا عاوزك في موضوع ويجيب لها كنز ولا حاجة ويعزمها على على حاجة ساقعة مثلا ويكلمها في موضوع. لا، البنات الايام ديت او الولاد نفس الحكايه. يقول لك دي زميلتي، وهي تقول لك دي زميلي، وايه يعني؟ وممكن تلاقوها الكلام اتطور لحاجه سافله. احنا بناتنا متربيه وكل حاجه، بس في حاجات كتيره حوالينا بتفسد اللي احنا بنعمله معاهم، بتفسد كلامنا وتربيتنا ليهم، لان هما متعرضين لحاجات احنا ما بنقدرش نعمل عليهم كنترول. يعني ايه؟ يعني انتي شايفة تليفون بنتك او ابنك ومراقباهم ومربيهم كويس وكل حاجة، بس ما شفتيش ايه اللي بيحصل بره. ما شفتيش صاحبتها اللي انتي واثقة فيها بتزن عليها وبتقول لها ايه، او بتحب تقلدها في ايه. ممكن تبقى بنتك زي الفل، صاحبتها هي اللي بتكلم ولد، وهي اللي بتتمكيج، وهي اللي بتحب تعمل تيك توك، وهي اللي بتحب، وانتي شايفاها كويسة وهي مصاحبة بنتك. فبالتالي بنتك ممتازة تتعلم من صاحبتها اللي انتي عاوزاها تصاحبيها، وانتي شايفة انها مؤدبة، بس هي مش باينة هي بتعمل ايه، وبتبقى برضو قدام الناس مؤدبة. فخلوا بالكم من حاجة زي كده. حتى برضو في الولد، الولد يبقى مصاحب ولد زي يقولك انا راجل. هو انت يا ماما لازم تعرفي كل صحابي؟ هو انت يا بابا لازم كل صحابي تعرفهم؟ هتقولوا له هيصاحب من بره من غير ما تعرفه. لان دلوقتي الجيل بتاع دلوقتي غير الجيل بتاع الاول، اللي يبقى خايف لو اللي يصاحب حد وانت ما تعرفش، او يقابل حد وانت ما تعرفش. الجيل دلوقتي لا، حاضر يا بابا، حاضر يا ماما، بس كده. وينزل يصاحب اللي هو عايزه، يقعد على كافيه، يشرب له فيب، صاحبه يعزم عليه بسجارة. حتى لو ما معهوش فلوس وانت بتديله حق مواصلاته او مصروفه، او ده ممكن يزوغ من الدرس وياخد حق الحصة ويروح يقعد بيها على كافيه. يقولك اصلا انا قعدت شوية مع اصحابي يا بابا. ايه اللي حصل؟ ايه يا ماما اللي حصل؟ هو انا مش شاب؟ هو انا مش كبرت؟ هو انا بنت؟ فابوس ايدك وخلوا بالكم من اولادكم. والله العظيم دوت بيحصل. الدنيا خربت بسبب الموبايلات والتيك توك، وقلة معرفة الدين بتاعنا، وقلة معرفة المسؤولية بتاعت نفسهم، ان كل واحد شايل مسؤولية نفسه. دي امانة، البنت امانة عند نفسها، ولازم تعرفيها كده انها دي جوهرة، وانتي مديها الامانة ديت انها تحافظ على الجوهرة لغاية ما تروح بيت جوزها ويبقى معاها شهادة كبيرة عشان تشرف اولادها وتشرف جوزها. ولازم تفهميها كده، تقولي لها دايما الكلام دوت. والولد برضو ان هو انسان عظيم، وهيكون راجل كبير المقام، وكبير كل حاجة حلوة حواليه بشهادته وبأدبه وبسمعته.
مش بالمطوة ولا بالفيب ولا بالبرفان اللي يلوح البنات. لازم تتكلمي معاه دايما كده، الولد او البنت لازم تخلوهم يحسوا ان هم غاليين قوي، ما يفرطوش في اي حاجة في نفسهم، ان شاء الله حتى لو سمعتهم، مش شهادتهم او تعليمهم او منظرهم العام قدام الناس، لا، سمعتهم وشهادتهم. لازم تحسسوهم ان هم غاليين قوي، ما يفرطوش فيها بسهولة، يشوفوا الوحش لكن ما يقلدوهوش، يبصوا عليه لكن يعرفوا ان هو هيتضر، ما يخشش فيه ابدا. حاولوا تقربوا من اولادكم لما بتبعدوا عنهم او بتشدوا عليهم بيجوا على حد تاني غيركم بره، بيحتاجوا له، واللي بره دوت بيضرهم. خلوا بالكم من اولادكم، ما تخليش الدنيا تاخدكم منهم، ما تخلوش الغلاء والنكد والحياة اللي احنا فينا تخليكم تبعدوا عن اولادكم وما تشوفوش هما بيعملوا ايه. لازم تقربوا منهم وتحسسوهم بالحب والحنان اللي جواكم عشان ما تفقدوش عيل من عيالكم بالسمعة الوحشة او بالتصرف الوحش، او فجأة تلاقي بنتك عاملة على التيك توك صفحة بتتغني وبترقص وبتعمل حاجات ما ينفعش ان دينها يسمح لها ولا تربيتها ولا كده. تعمل تيك توك بس على يدك وتبقى حاجة مفيدة، تشرح فيها اي قصة مفيدة عن الرسول، عن الانبياء عليه الصلاة والسلام، عن دراستها. لو هي بتعرف ترسم خليها تتعلم الرسم وتبقى كويسة في الرسم وتعمل كده لو هي حابة كده، عشان برضو ما تحسش ان يعني انا مش زي صحابي. خليها تعمل حاجة كويسة مفيدة، بكرة وبعده الناس يشكروها عليها، وتبقى جايزتك في الدنيا بنتك وابنك برضو. خلي بالك من ابنك، ما تمشوش مع حد مش بطول، خلي بالك ان شاء الله لو تراقبوه من بعيد شوفوا بيعمل ايه بره. هي الشخصية ديت اللي بره هي الشخصية اللي معاكي في البيت. والله اللي انا بقوله لكم بجد وحياة ربنا، انا بشوف